السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنديكم معايا في واحد الجولة مميزة لواحد من اجمل الاماكن السياحية في مدينة تطوان، يعني في شمال المغرب، وبالضبط في كابو نيغرو ومرتيل. وغادي نعملوا واحد المقارنة بين مرتيل وكابو نيغرو، غنشوفوا السلبيات ونشوفوا الايجابيات ديال هاد جوج الاماكن اللي هما كابو نيغرو ومرتيل. واكيد غتخليو لي حتى نتوما الاراء ديالكم في التعاليق وتقولوا لي الاماكن ولا الوجهات اللي كتفضلوا. كتشوفوا حنا باقيين في وسط المدينه، بدينا الجوله ديالنا من وسط المدينه تطوان، والوجهه اللي غادي نقصدوها هي الاولى هي كابو نيغرو. غنمشيو لكابو نيغرو. الطريق اللي غادي نشبرو باش نمشيو كابو نيغرو هي الطريق اللي كتدي للمضيق اللي هو الرينكول، كتدي لنا المضيق مباشره غدينا للمارينا وغتوصلنا لكابيلا وغتوصلنا حتى لكابو نيغرو. ممكن الا ما كانت عندكم سياره ممكن غتجبروا تاكسي، يعني تاكسي كبير هو اللي غادي يوصلكم لكابو نيغرو. بالنسبه للحافلات ما كاينينش شي حافله اللي غتوصلكم لكابو نيغرو غير تاكسي كبير، والاحسن تكون عندكم سياره ديالكم باش كتدخلوا حتى لداخل المنتجع كابو نيغرو. الفرق بين كابو نيغرو ومرتيل هو ان مرتيل كاين مواصلات بشتى انواعها غادي يوصلكم لمرتيل، كاين تاكسيات، كاين حافلات غادي توصلوا لمرتيل تساروا فيها، غتلقاو تاكسيات تما، غتلقاو كل شيء اللي بغيتوه في مرتيل. من تطوان حتى باش توصلوا لكابو نيغرو الطريق سهله ومزيونه، كتمشيو على الطريق اللي فيها مناظر وانتم كتشوفوا الخضوره والطبيعه ما شاء الله. كتخرجوا من تطوان الا بغيتوا تدوزوا على مرتين كتجوزوا على المضيق مباشره كتمشيو لكابو نيغرو، اما الا بغيتوا تكونوا في تطوان وتمشيو لكابو نيغرو كتدوزوا على المضيق الا ما كتوصلوا لمرتين. والمسافه بين تطوان كابو نيغرو 20 كيلومتر، وبالنسبه للوقت من 25 حتى ل 35 دقيقه. كيف قلت لكم الطريق مزيونه بزاف، خصوصا في الصيف فيها مناظر والطبيعه على طول العام، كتشوفوا الخضره والدنيا ما شاء الله. وكاين حتى الا جوزتوا على الطريق الساحلي كتشوفوا البحر. كيف كتشوفوا حنايا شبرنا الطريق اللي ما شاء الله الطبيعه الخضوره. كيف قلت لكم على طول العام كتلقى الطبيعه في تطوان، لان الجو ديالها كيكون بارد. في الشتاء كيكون الجو بارد، وفي الصيف كيكون الجو مبرد، يعني الاجواء ملطفه مبرده، ما كيكونش الحراره. وحنا ماشيين وحنا كنشوفوا هذا الرومبوين اللي داير بالاعلام المغربيه. هنا شي مناظر واعره البنات رائعه. هنا كتشوفوا الناس ما شاء الله الحركه كاينه والزحام، طوموبيلات بزاف. دائما فاش تكونوا ماشيين بالطريق فيها زحام ردوا البال ديالكم وردوا مع السيارات ديالكم ومع الوليدات ديالكم. وهذا اللي كتشوفوا فيه هو الرأس الأسود. كيف كتشوفوا هو كابو نيغرو، هذه القمه د كابو نيغرو جا فواحد الجبل عالي. كيف كتشوفوا المناظر فيه خلابه، كتحمق فيه واحد المناظر روعه روعه. الجبال، الشجر، الخضوره، الماء، البحر، كل شيء كتشوفوه هنا في هذا الموطع هذا. شوفوا ما شاء الله كيف عامل بحال شي جزيره خضراء ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش المعنى د كلمه كابو نيغرو، هي كلمه اسبانيه كتعني الراس الاسود. كابو هو الراس، نيغرو هو الاسود. والناس تطوان معروفين كينطقوها دائما بالاسبانيه. كيف كتشوفوا حنا المدخل، هذا هو المدخل اللي غندخلوا به لكابو نيغرو. شوفوا ما شاء الله البحر كنشوفوه، الزرقة د المياه د البحر روعة مع الأشجار الخضورة الطبيعة. هذا هو مدخل الكابو نيغرو اللي غادي يديك مباشرة للباركينغ فين غتقدر تنزل السيارة ديالك، وكاين طريق اللي غتقدر تكمل فيها باش تشوف وتعمل جولة على هذا المنتجع ولا هذه القرية السياحية الواعرة بزاف. وانتم ماشيين في جولة كتشوفوا عمارات وفيلات مزيونين بزاف على اليمين وعلى اليسار، كيبانوا لكم اقامات سياحيه ومسابح وحدائق، فيلات كبار كيعطيو واحد المنظر انيق بزاف، واغلبهم كيكونوا واجدين للكراء. حنا هنا كيف كتشوفوا المدخل ديال الباركينغ. كيف كتشوفوا هنا هذا هو المدخل ديال الباركينغ اللي هو باركي عمومي. اي واحد جاي بحر في كابو نيغرو
يجوز النهار ديالو غادي يلقى هذا الباركي والثمن ديالو بين 10 حتى 20 درهم باش كتباركي السياره ديالك. تشوفوا البحر قدامكم والزرق هذا البحر، ومن الاحسن باش تفاداو الزحام اللي كتشوفوا تجيو بكري يكون احسن واحسن. شوفوا الفرق بين كابو نيغرو دابا وكابو نيغرو قبل. انا نعطيكم صور هادو من كابو نيغرو حاليا بعد ما حيدوا الباراسولات وحيدوا ديك القانون، وهذا كابو نيغرو ايام زمان. واخا هو العام اللي فات كانوا الناس كيكريو باراسول، كيكريو فين يجلسوا، كتلقى كلشي واجد. هذا القانون هذا ما بقاش. كابو نيغرو معروفه بالنقا ديالها والبحر ديالها اللي صافي كيشعل، ومعروفه بالهدوء ديالها وكالم. اللي بغى الهدوء والكالم يتجه لهذا المكان صراحه غادي يرحب بك الا كنتي من عشاق الكالم والهدوء. وانتم كتبحروا كتشوفوا قدامكم الجبال وكتشوفوا منازل للكراء على الجبل، وكتشوفوا واحد المناظر بانوراميه صراحه، فيلات روعه، هدوء كالم، شاطئ مناسب للعائلات، محترم بزاف. من بعد ما بحرنا في كابو نيغرو في واحد الجو كالم، واحد الجو الهدوء والطبيعه، اتجهنا في اليوم التالي او اليوم الموالي مشينا لمرتيل الوجهه اللي عملناها كمقارنه مع كابو نيغرو. كنشوفوا مرتيل، بحر مرتيل ولا شاطئ مرتيل، خصوصا اذا مشيتوا في العشيه راه ما غتلقاوش المكان ديالكم. خصكم تمشيو الصباح بكري كيف عملنا حتى حنا اليوم. الصباح باقي بكري، الدنيا باقي كاين الهدوء حتى هنا، باقي ما وصلش الوقت ديال الضجيج والهرج. من بعد ما بحرنا واحد التبحيره اللي هي خفيفه في البحر، هو باقي خاوي، اتجهنا مع الوقيته ديال الغداء، مشينا تغدينا. كيف معروف في مرتيل كاين المطاعم، كاين مقاهي، كيف قلت لكم غتاكلوا اللي بغيتو تلقاوه، واللي بغيتو تشربوا غتشربوا، كاين كلشي متوفر في مرتيل. حنا اتجهنا لهذا المطعم اللي هو مطعم مرتيل ديال الاسماك. كتشوفوا نختاروا شي حاجه غادي ناكلوها ان شاء الله، واللي كتب غادي ناكلوه في هذا المطعم. هذا المطعم اللي معروف هو غير بالاسماك، كيف كتشوفوا بأي حاجة عندها علاقة بالأسماك، سواء شربات سواء مأكولات، أي حاجة كتبغيو تاكلوها فيها أسماك، هذا أحسن مكان. وعنده الأكل ديالو لذيذ بزاف. كيف قلت لكم مرتي معروفة بمطاعم ديالها كثيرة ومقاهي ديالها كثير. هنايا شربنا الشوربة د السمك اللي كتجي خفيفة ولكن مذاقها كيجي خطير وواعر بزاف. في هذا المطعم تناولنا وجبة متعلقة غير بالأسماك. إن شاء الله نتغداو ومن بعد نكملوا الجوله ديالنا في مرتين، وغادي نشوفوا مرتين على من كتوفر وشنو الخدمات ديالها وشنو السلبيات والايجابيات اللي كاينين في مرتين. كانت واحد الوجبه غزاله، ومن بعد طلبنا واحد شويه د الديسير صافي، وغنمشيو ان شاء الله تشوفوا الجوله ديالنا اللي باقا في مرتي. كيف قلت لكم مرتي معروفه الليل ديالها هو النهار ديالها، مدينه اللي معروفه ما كتنعشي، كيبقاو المقاهي ديالها حتى لنص الليل، كتبقى هكذاك فايقين. الحركه والماكله اللي بغيتو تاكلوها يجيكم الجوع في نص الليل غتلقاو تاكلوا وتشربوا. حنا ماشيين في هذا الليل كيف كتشوفوا الشارع باقي عامر، غادي نتجهوا ان شاء الله ونشوفوا شوارع مرتيل، حتى غادي نمشيو حتى المعرض مرتيل ونشوفوا شنو كاين في هذاك المعرض، ونشوفوا الفريه ونشوفوا بزاف د الاماكن. كيف قلت لكم مرتين ما شاء الله راه كبرات، واحد المدينه اللي كبرات بزاف وفيها فين تتساراو وفيها فين تتحركوا. واللي كيعجبني بزاف في مرتين هو مرتين كتوفر على فين ما مشيتو كتلقاو محلات تجاريه ديال اللباس، احذيه، كيبيعوا كلشي المستلزمات كاملين كتلقاوهم في مرتين. مقاهي ما شاء الله كبار بزاف كاينين في مرتين، كاين مقاهي شعبيين، كاين مقاهي راقيين،
كل ويمشي على حسب القدره ديالو. حنا هنا مشينا ومن بعد وصلنا للفريه البنات، المكان للترفيه ديال الاطفال وحتى الكبار. تلقاو حتى الناس كبار كيركبوا في الفريه وفي ديك الالعاب كيف كتشوفوا هنا. هذه هي جوله في الفريه، ومن بعد غادي ندخلوا لواحد المدخل اللي هو قريب من الفريه، مدخل كيدخل للمعرض، معرض مرتيل اللي معروف كلشي كيعرفوا. اللي كيجي لمرتيل ما يقدرش ما يزورش معرض مرتيل، لانه بصراحه فيه كلشي، جميع الحاجات اللي غتقدر طيح لك على بالك كتبع غتلقاوها في معرض مرتيل. كلشي كاين، اللباس، المواعن، حلويات. شوفوا هذه حلويات العاشور، من اللباس كيف قلت لكم، مسائل، اي حاجه قلبتوا عليها في مرتين غتلقاوها. مرتين عجيبه بكل شيء فيها، باي حاجه فيها مرتين روعه روعه. هذا مقارنه مع كابونيغرو. كابونيغرو كيف قلت لكم هو واحد المكان باش تبحروا في واحد الجو، في واحد الهدوء، في واحد الكام، تمتعوا بالمناظر ديال الجبال والخضره والطبيعه وزرقة المياه والهدوء والرملة النقية والبحر النقي. حتى مرتيل مزيونة نقية، ولكن فيها ازدحام بزاف والناس بزاف والحركة بزاف بزاف، ولكن فيها خدمات بزاف بزاف. كيف كتشوفوا المعرض فيه جميع الانواع ديال الالبسه، القنادر ما شاء الله المغربيين كتلقاوهم كيتباعوا، اللباس كلشي اللي بغيتو هنا. جبرتوني هنا كنشوف انا في هاد القنادر ما شاء الله، جميع انواع القنادر تلبسوا وتمتعوا مع راسكم، تختاروا اللي يعجبكم. كل شيء كاين هنا ما شاء الله، كل شيء كاين. الزيوت كاين، حتى الزيوت العطريه الطبيعيه كتباع هنايا. هادو اللي كتشوفوا هما الزيوت الطبيعيه كيتباعوا هنا في المعرض. كيتباع املو، كيتباع اللوز، كيتباع الارغان، كيتباع كل شيء هنا في مرتين في هذا المعرض هذا بالخصوص. واحد المكان اللي رائع رائع، ولكن كيكون فيه ازدحام بزاف بزاف، عامر كيكون بالناس. من ناحيه التصوير كتلقاك كتصور، ولكن كتصور وانتينا ما باغيش تصور الناس باش ما يبانوش. كاين مواد تجميل طبيعيين، كلشي كيتباع هنا ما شاء الله في هذا المعرض. مواد طبيعيه كيف قلت لكم، املو، كلشي كاين هنا. العسل الحر، حتى من العصائر والمشروبات والفطائر، اي حاجه بغيتوها تلقاوها هنا. حنا اخر جوله ديالنا طلبنا هاد الفطائر اللي كتشوفوا الوافل بالشوكولا، وهنا غادي نختموا الرحله ديالنا ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تقولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم والمقارنه كيف جاتكم بين كابونيغرو ومرتيل، وتقولوا لنا الوجهه اللي عجبتكم واللي جربتوها تخليوها لنا في التعاليق. هنا غادي تكون نهايه الفيديو، واستنوني دائما فيديو الماجي ان شاء الله باذن الله.